السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد ماذا قال المحللون السعوديون عن أداء رياض محرز في الآونة الأخيرة مع الأهلي السعودي. يقولون أن محرز ليس لديه شغف رونالدو، وأن محرز لا يقدم إلا 40% من مستوياته المعهودة. شاهد الفيديو. المجهود، ايوه باقي المجهود بالذات ده محرز. يعني محرز قاعد ضمن ارقامهم قبل ايه. اوكي، هو قاعد يتحرك على حسب الكوره. يعني اذا جات الكوره عنده بيجري بيتحرك. الاثنين مساهمين، محرز 11 يعني هدف مساهم. حتى تحركاته بتكون يعني خلف الظهير. هذه لما يتاكد 100% حتتلعب له الكوره تلاقي يجري 10 متر 15 متر. ولا محرز عنده افضل من كده بكثير يا كابتن؟ احنا نفس الكلام اللي كنا بنتكلموا عن رونالدو قبل شويه، وبنقول لك الشغف اللي موجود. رياض ما عنده نفس الشغف اللي عند رونالدو، من ناحيه انه هو رياض عنده ترى امكانيات جباره. احنا كنا بنشوفه من افضل الاجنحه على مستوى العالم، ان لم يكن الاميز كان. لكن حقيقي الى الان رغم انت يعني شوف، انت زي ما قال لك ابو نوران، انت كلاعب بتشوف الان اللاعبين اللي موجودين في الدوري، حتى موجودين في الدوري السعودي الان، انت بتشوف، انا بقول لك انت قدامك لاعب زي رونالدو بتشوفه لما نجري ورا الكوره كانه طفل من الشغف. حقيقه انت لازم تشوف هذا الشيء. يعني لاعب حقق كل شيء، لاعب مو محتاج انه هو مثلا انه هو يحقق الدوري او شيء، لكن الشغف هذا بيجي من داخل اللاعب. رياض لو لعب بغض النظر عن الصناعه، ترى الصناعه مثلا بيقول مثلا صانع، ترى احيانا الارقام خادعه. 11 هدف ممكن 7 ركنيات 6 فاولين، هذه لا. رياض محرز، انا ابغى رياض محرز اللي احنا كنا نستمتع فيه الى العام الماضي، رغم انه ما لعب فتره طويله مع السيتي العام، يعني ما لعب فترات طويله، لكن الفترات اللي لعب فيها بالذات في الكاس كان يقدم شيء رياض لاعب ممتع، لكن الى الان ما اعطانا اللي احنا متوقعينه من رياض تحديدا. يعني ما اعطاكم 100% 90%. انا اقول لك رياض احنا لو اعطانا 60% 70%